يلا يا شباب. موبايل الفيفو 60 الفي 60 متصور في اقصى الظروف صعوبه. بص متصور فين، بص المكان عامل ازاي. بس عشان نلحق نتكلم عنه اللانش بتاعه ونلحق نحكي كل التفاصيل. الجهاز فيه شويه مزايا وفيه شويه عيوب زي ما اتكلمت في الريل، بس هو انا مش عايز اظلمه، فعشان كده هتكلم عنه ومش هطول عليه. اول حاجه بيجي بشاشه 6.77 وده مقياس الى حد ما حجم شاشه كويس، الحجم بتاعه مناسب. الظهر بتاعه من البلاستيك وتحس انه واخد طبقه ازاز شويه كده. بص السكنس بتاعه ممتاز، الحجم بتاعه جميل، عاجبني شكل الكاميرا رغم ان هي بارزه. انا ما بحبش الحاجات البارزه، لكن بص الكاميرا بارزه وعلامه زيس كده عليه، دي عجباني جدا. مش عارف هتبان هنا ولا لا، اهو ممكن اعمل عليها زوم. فشكلها لطيف جدا وشكلها حلو، والشاشه بتاعته بتكون امولود وبتدي 120 هرتز. التنقلات ما بين الابلكيشنز سهله وبسيطه مريحه جدا، ما عنديش اي مشكله معاها. اختصارا الكاميرا بتاعته طبعا فيها تفاصيل كتير جدا، بس خلينا نتكلم على البروسيسور بتاعه. بيجي بمعالج كوالكوم سناب دراجون 7 جيم 4. البروسيسور مش وحش، لكن انا معايا في استخدام الالعاب الموبايل بعد شويه وانا بلعب سخن معاه شويه. انا بحب العب، اقعد استخدم التليفون العب بقى كتير عشان اشوف. لو انت جيمر فانا ما انصحكش تجيب التليفون ده، لكن هو في الجيمنج الاداء بتاعه مش احسن حاجه، لكن هو معوضها في الكاميرات. وعايز اقول لك انا عملت جريمه وبدون قصد. انا الشخص اللي كنت معاه اسلام صاحبي بقول له تعالى صورني بالتليفون، فهو معاه موبايل اوبو، فهو بيقول لي تعالى نشوف بقى مين احسن. فخدت شويه صور بالكاميرا مختلفه، هاجي لك ليه لما نوصل لحته الكاميرا. لكن دلوقتي بنتكلم على البروسيسور، فالبروسيسور بتاعه لحد ما ضعيف، في شويه مشاكل. التليفون بيسخن حاجات بسيطه جدا مع الاستخدام، مع اننا الجو ما مش حر قوي في الاستخدام دلوقتي. احنا دلوقتي يعتبر داخلين في الربيع، فالمفروض الجو ما يعني الموبايل ما يسخنش قوي بالطريقه دي. نخش على الجزء الخاص بالكاميرات سريعا. الجزء الخاص بالكاميرات بيجي بثلاث كاميرات. كاميرا 50 ميجا بكسل ودي بتكون الرئيسيه، ثانيه 50 ميجا بكسل تيليفوتو سوبر تيليفوتو، بتدي جوده بصراحه جوده صور بصراحه ممتازه وهايله ومرضيه جدا بالنسبه لي. وهحط لك في المقارنه فيديو ما بين الاثنين وانا بستخدم الاثنين، والزوم والاكس زوم بتاع كل واحده والمثبت البصري لكل واحده، والبورتريه اللي خدعنا كلنا. البورتريه بتاع فيفو فظيع واقوى كمان من الاوبو. انا ما كنتش اعرف، مش حاجه لصالح حد زي ما انتم عارفين، لكن انا بقى عايز اوريك. انا اتفاجئت بورتريه التاني مفيش عزل خالص في الخلفيه. الفيفو في 60 عمل عزل في الخلفيه جمدان. وكاميرا 8 ميجا بكسل دي الترا وايد عشان تفتح فريم العدسه، ف 8 ميجا بكسل الى حد ما برضو مقبوله. العظيم بقى والجميل في الموضوع ان الكاميرا الاماميه بتاعته جت 50 ميجا بكسل. فنقطه الكاميرات هو ضعيف في البروسيسور، وعلى فكره مش شايف ان الضعف بتاعه، مش دفاعا عنه، مش شايف الضعف بتاعه زي مثلا، انا شايف ان هو زي اوبو، زي اوبو الرينو 14 الجديد. انا شايف ان هو نفس الفئه تقريبا، نفس المعالج، نفس الفريمات. ممكن يكون فريمات الفيفو اضعف، بيقطع فريمات رغم ان هو 120 هرتز 90 فريم، لكن فريماته شويه لحد ما فيها شويه ايشوز كده، فمقبوله بالنسبه لي. برضه بحب استرس على حته ان هو لو في الجيمنج، عشان اغلبيه الناس بتجيب التليفون يا هارد وركر يا اما بيلعب عليه جيمز كتير. فانا بنبهك لو انت عايز تلعب ما تجيبش التليفون، هات تليفون تاني. لكن لو انت بقى تارجت كاميرا، واعتقد اغلبيه الناس حتى الجين زي لو بيستخدم التليفون هو بالنسبه له الكاميرا هي اهم حاجه، فلا، لو هتجيب ما بين الاوبو والفيفو انا بقول لك على مسؤوليتي الشخصيه هات الفيفو. البطاريه 6500 ملي امبير بشاحن 90 واط، حاطين الجراب وحاطين الشاحن وحاطين الكابل وحاطين كل حاجه مع الموبايل. بيجي بنظام اي بي 69 و68. بس عندي مشكله بقى ايه في السيتوريشن بتاع الموبايل مش مشبع الوان. يعني تشبع الالوان في التليفون مش كفايه. بص تحس ان هو في حاجه ناقصه، يعني في حاجه مش عارف هي ايه حقيقي، بس الالوان مش متشبعه كفايه. الالوان مش متشبعه، في مشكله في الالوان. تحس ان هو مدي على خضار شويه، يعني مدي على خضار، لون الاخضر باهت مع، بص مش مشبع الوان، اللون الاخضر بتاعها باهت. الالوان بالنسبه له مش مشبعه، مش مغذيه للعين، مش عجباني، لان الموبايل مش هينزل برضه سعره رخيص. رجوعا لنقطه البطاريه، خد بالك انت بتشحن ب 90 واط، فالتليفون بتاعك ده البطاريه بتاعته كل سنه وانت طيب بعد سنه مش هتكمل معاك سنه، هتكون اتفرتكت. بس هم عاملين بقى ميزه حلوه جدا عشان يحافظ على عمر البطاريه بتاعتك. استخدم زي سيفتي باتري، انت زي السامسونج. شفت السامسونج انت بتيجي مثلا في الحاجات الالترا العاليه بيقول لك انت عندك لحد 80، اشحن الموبايل لحد 80 في انت عامه اي تليفون. انا عن نفسي تليفوني كده بشحن، انا بالنسبه لتليفوني انا الشخصي انا بشحنه لحد 80%،
وبعد كده بروح شايل الشاحن من عليه. فنفس الفكره في الموبايل ده، انت بقى بدي خاصيه زي السامسونج ان انت اول ما بتوصل ل 80% هو بيفصل شحن لوحده. انت بقى محتاج تفعل الخاصيه اللي هي السيف باتري او السيف تشارج عشان تحافظ عمر البطاريه. انت بتشحن بشاحن 90 واط هيطير لك البطاريه بسرعه. رجوعا للكاميرا ان هي احسن حاجه فيه اللي عايز استرسل فيها شويه، انا عاجبني بقى شويه حاجات. النايت مود عاجبني، البورتريه عاجبني، المايكرو موفي. المايكرو موفي بقى ايه؟ بص المايكرو موفي بقى في حاجات كتير جدا، في كذا حاجه ممكن تعملها تستخدمها. موفي بقى حاجات كتير انا بشوفها لذيذه، يعني لو انت بتعمل فلوج بيدعم الفلوج، وكمان الاندر ووتر فوتوغراف، يعني زي الاوبو برضو بتنزله تحت الميه وتدوس على الزراير مع بعض زي كده اهو، تختار انت هتعمل ايه. تيك فوتو مثلا، هتريكورد فيديو من تحت، هو كده بيصور لو حتى في الميه الدنيا كلها تمام ما تقلقش عليه. ده يعني ده باختصار شرح سريع ومختصر جدا جدا عشان الوقت ضيق، وعشان احنا مش عارفين نعمل زي ما انتم شايفين المنظر اللي احنا بنصور فيه. فده شرح سريع ومختصر لجهاز الفي 60. ولو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وشير ودعمنا عشان نرجع نكمل شغل تاني ونمسك اي موبايل جديد بينزل ندوس عليه. باي باي.